أعتقد أن ذلك سيضر بمصالحها كثيرا. وهنالك جزئية أخرى لا يمكن أن نغفلها فيما يتعلق بهذا الصراع أو بهذه الخلافات في وجهة النظر، وهو البعد المغربي، باعتبار أن مؤخرا المغرب أيضا استطاعت أن تنسج شبكة من العلاقات المتينة بين دول الساحل الإفريقي وكذلك المغرب، لا سيما فيما يتعلق بتسهيل وصول تلك الدول إلى الأطلسي عن طريق ميناء الدخلة وبعض الموانئ في المغرب. الاحتقان بين الجزائر ومالي يصل إلى ذروته في ظل تجدد الاتهامات المتبادلة بينهما بدعم الإرهاب وتهديد الأمن القومي. التطورات متسارعة والجماعات المسلحة في منطقة الساحل تزداد انتشارا وقوة، بينما التعاون الأمني بين الدولتين الجارتين حتى في منطقة الساحل ككل هو مفقود. ما دلالة توقيت تصريحات وزير الخارجية الجزائري بتكرار التشديد على أن الحل العسكري لمعالجة الإرهاب في مالي أثبت عدم نجاعته؟ كيف ستترجم ردة الفعل في مالي على ذلك على أرض الواقع؟ أية انعكاسات للتوتر على الحدود بين البلدين؟ والجزائر تعلن أن أمنها القومي بات في خطر بسبب الإرهاب، من المستفيد من كل ذلك؟ أسئلتي كثيرة. أرحب بضيفي في النقاش من الجزائر العاصمة، معي الدكتور توفيق بقعدة أستاذ العلوم السياسية في جامعة الجزائر، يا هلا بك. من باريس أرحب أيضا بضيفي بالدكتور محمد تورشين الصحفي والباحث في الشأن الأفريقي، يا هلا بك أيضا. ضيفين عزيزين في هذا الجزء من النقاش. دكتور بقعدة، دعني أبدأ معك. زادت حدة الاتهامات بين مالي والجزائر في الآونة الأخيرة حول دعم الجماعات المسلحة، يعني إذا كان في مالي أو على الحدود الجزائرية ومنطقة الساحل. فقط لكي أفهم، بما أنه هو الحدث الآن، لماذا يطلق وزير الخارجية الجزائري يعني تصريح من هذا النوع اعتبر استفزاز لمالي؟ ما دلالة التوقيت برأيك؟ ما هي الخلفية؟ تحية طيبة لك ولضيفك الكريم ولكل المشاهدين. أعتقد بأن تصريح وزير الخارجية الجزائري جاء في معرض حديثه حول رؤية الجزائر وقراءتها للوضع في مالي، والذي قال بأن الوضع في مالي لن يكون إلا عن طريق الخيار السلمي، وقال بأن المشكلات التي تواجهها مالي لا يمكنها إلا أن تأتي عن طريق المصالحة بين أبناء الشعب المالي الواحد، وأن المواجهات العسكرية لن تفيد إلى حل. وقد أثبتت التجربة على مدار 3 حروب سابقة بأن الخيارات السلمية هي الوحيدة التي نعم فيها الماليون سواء في الجنوب أو الشمال بالاستقرار والسلم، ولم يقل بأن الحل السلمي هو لمواجهة الإرهابيين. بالتالي هذه صفة الإرهابيين هي ما تطلقه الحكومة الحالية على مكون أساسي من مكونات الشعب المالي، والذي كان شريكا له في اتفاق السلم والمصالحة الوطنية. هذه رؤية الجزائر التي قالها السيد عطاف دون أن يكون، والتي حاولت أن تستغلها الحكومة المالية من خلال بيان أقل ما يقال عنه بأنه خارج المشهد الذي كان يتحدث عنه السيد أحمد عطاف، وأنه كيدي يحاول فقط استغلال الفرصة لتسجيل نقاط ربما لصالح تسويق صورة الحكومة الحالية لدى الداخل المالي أو لدى حلفائها الجدد في المنطقة وفي المشهد العالمي. بالتالي فأعتقد بأن لا يوجد هناك شيء يمكن أن يعاب على ما جاء في حديث السيد أحمد عطاف، بل هو عرض رؤية الجزائر التي كرستها من خلال هو ربما بسبب الحساسية وأيضا التوتر. نعم، هو بسبب الحساسية والتوتر، يعني أي تصريح يزيد من ذلك، والبلدان أصلا يعانيان من موضوع الإرهاب. يعني نسمع اليوم الجزائر بأنها يعني تقول بأنه أمنها القومي مهدد من الجماعات المسلحة الإرهابية، ومالي تقول بأنه أيضا أمنها مهدد من قبل يعني جماعات مسلحة، ولا تعاون بين البلدين وكل بلد يتهم الآخر. أريد رأيك ضيفي العزيز دكتور تورشين فيما يتعلق بردة فعل مالي. ردت بحزم متهمة الجزائر بدعم مجموعات إرهابية. من وجهة نظرك إلى أين ستؤدي هذه الاتهامات المتبادلة بدعم الإرهاب بالمشهد الأمني في البلدين وأيضا المنطقة؟ في البدء التحية لك وللسادة المشاهدين ولضيفك الكريم. هو يبدو أن العلاقات المالية الجزائرية تدهورت وظل التدهور يتسارع بشكل كبير عندما أعلنت سلطات المجلس العسكري الحاكم في باماكو
إلغاء اتفاقية الجزائر للسلام التي تم توقيعها بين الحكومة المالية وكذلك جبهة تحرير الأزوات أو الطوارق. فبالتالي أنا في تقديري الآن الاتهامات ظلت تصدر من مالي إذاء الجزائر في مواقف عدة، سواء كان الهجوم الشرس الذي شنته الدبلوماسية المالية في أروقة الأمم المتحدة إبان يعني انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي مواقف عدة. أنا أعتقد أن ذلك يعكس حجم الهوة وكذلك التباين في وجهات النظر بين الطرفين، لا سيما فيما يتعلق بقضية الأزواج. أعتقد أن الطرفين متفقين في قضية الجماعات الأخرى، سواء كان القاعدة في بلاد المغرب العربي أو كذلك داعش وما إلى ذلك، لكن نقطة الخلاف الجوهرية والأساسية هي في ملف الأزواج أو الطوارئ. فبالتالي من هنا لا أعتقد بأن العلاقات ستسير في الاتجاه الذي ترغب الجزائر المضي فيه قدما، وهي استعادة العمل باتفاقية السلام أو الدخول في مباحثات جديدة تفضي إلى اتفاقية السلام، لا سيما أن باماكو اعتمدت الخيار العسكري والمقاربة العسكرية لمواجهة الطوارئ وكذلك إبعادهم من المشهد السياسي. وأنا أعتقد في ذلك ربما يكون الأمر فيه الكثير من التحديات، باعتبار أن ذلك سيتيح الفرصة ويمنح المجموعات الإرهابية الأخرى والجماعات الجهادية الفرصة للتسلل وتنفيذ عمليات ربما داخل التراب الجزائري أو في مناطق دول الساحل الإفريقي الأخرى. أنا أعتقد الآن ينبغي على الدول الجوار أن تتدخل بشكل أو بآخر لمحاولة تقريب وجهات النظر بين البلدين، باعتبار أن المشاكسات وكذلك الخلافات في توصيف ما يحدث بأن الطوارئ هم مجموعة إرهابية أم حركة سياسية ذات مطالب من شأنه أن يغرق منطقة الساحل الإفريقي في دوامة من الاضطرابات والعمليات الإرهابية. لذا أعتقد بأن كل طرف سيتمسك بموقفه، ونلاحظ بأن الآن مالي أصبحت لديها شراكات أمنية جيدة مع روسيا سمحت لها بتنفيذ عدة عمليات عسكرية في مناطق سيطرة الطوارئ، الأمر الذي أسهم في نزوح عدد كبير جدا من المدنيين وكذلك المجموعات العسكرية جوار الحدود الجزائرية، وذلك سيشكل تهديد أمني حقيقي للجزائر. يعني ذكرت عدة نقاط مهمة سيد محمد تورشين، أريد أن نناقشها أيضا مع ضيف الدكتور بقعدة. يعني أولا دعنا نأخذ النقطة الأولى، يعني بالتزامن مع هذا التصعيد الكلامي ويعني توسيع رقعة التوتر بين البلدين تنشط هذه الجماعات المسلحة. نسمع أيضا من الجزائر بأنه كما ذكرت أمنها القومي مهدد، حدودها أيضا مهددة. ممن تحديدا ومن وجهة نظرك من يدعم هؤلاء ومن يستفيد من كل هذا التوتر؟ أعتقد بأن الجزائر ورؤية الجزائر في كيفية حل الأزمة المالية التي ترتبط أساسا بالأمن الداخلي الجزائري، لأن الأمن بين الجزائر ومالي هو أمن غير قابل للتجزئة، وأن كل تهديد لمالي هو مهدد للجزائر والعكس صحيح. وهذه المقاربة التي حملتها الجزائر إلى الأطراف المتصارعة تاريخيا بين مجموعة الأزواد والحكومة المركزية، وتبنت خيار أن تكون هناك تقاسم للسلطة وكذلك تقاسم في فرص التنمية، على أساس أن أهم الإشكالات التي تواجهها المنطقة الأزواد هي غياب التنمية وعدم حصولها على حقها الأساسي في التنمية. لذلك كانت هذه المنطقة هي محل لازدهار وانتشار العديد من الحركات الإرهابية، والتي ساهمت كذلك حركة الأزواد ذاتها في القضاء على هذه الحركات ومساهمتها مع الجيش المالي والجيش الجزائري في الحد من حركة هذه الحركات الإرهابية. بالتالي أعادت السلطة المركزية في مالي إلى إعادة صياغة مفهوم جديد للإرهاب من خلال إشراك المجموعات الأزوادية باعتبارها في سلة واحدة مع الإرهاب، هو سوف يزيد من تأزيم الوضع أكثر وسوف يساهم في زيادة حركة نشاط المجموعات الإرهابية والجريمة العابرة للحدود. يعني مالي لا تريد أن تغير الاستراتيجية، ما الخيارات الآن مع عمق الأزمة لدى الجزائر أمنيا؟ الجزائر كما دعت المجتمع الدولي إلى إقرار السلم والمصالحة الوطنية في مالي برعاية الأمم المتحدة وباشتراك من الاتحاد الأوروبي وباشتراك الاتحاد الإفريقي، تعمل كذلك هذه المرة من أجل أن يكون المجتمع الدولي في الواجهة من أجل حل هذه المشكلة. الجزائر ليست لديها نوايا تدخلية في الشأن الداخلي المالي، وإنما تقوم وفق ما أملتها عليها اتفاق السلم والمصالحة الوطنية
بالسعي للتوفيق في وجهات النظر بين الأطراف، وهذا ما زاد من حدة الأزمة بين مالي والحكومة الجزائرية من خلال استقبالها لمجموعة من النشطاء في حركة الأزواد، وكذلك التي حاولت الحكومة المركزية أن تصفهم بالإرهاب. بالتالي الجزائر لا تدعم الإرهاب، وإنما تحاول أن تقوم بالأدوار التي أعطتها لها الأمم المتحدة. يعني للجزائر وجهة نظر معينة، ولكن يعني لا يوجد تفاعل مع الطرف الآخر والعلاقات متأزمة. ما هي الخيارات لدى الجزائر، لدى السلطات الجزائرية الآن؟ هذا هو السؤال. نعم، هناك تحركت الجزائر على العديد من الجهات، وخاصة مع الشريك الروسي حينما وصلت إلى اتفاق بضرورة عدم مشاركة الفيلق الإفريقي في هجومات على غرار ما حدث في بداية أوت من السنة الماضية، بأن الفيلق الإفريقي والذي مني بخسائر كبيرة 80 شخصا بينهم عناصر من الفيلق الإفريقي، وكانت هناك محاولة للرد، لكن تدخلت الجزائر من أجل إقناع الشريك الروسي بتحييد الفيلق الإفريقي بالإضرار بالأمن الجزائري، وهذا ما حدث. ولذلك لم نشهد أي ردة فعل على الخسائر التي مني بها الجيش المالي في هجمته في شهر أوت الماضي. بالتالي فكذلك من جهة أخرى تسعى الجزائر إلى تدوير قضية الأزوات على مستوى مجلس الأمن، بأن هذه القضية سوف تؤدي إلى إضرار بالسلم والأمن الدوليين، وكذلك إلى تسعى إلى سن قانون على مستوى مجلس الأمن لمحاسبة هذه المؤسسات الأمنية التي لا تخضع إلى أي قوانين، وبالتالي لا ضرورة محاسبتها لأنها تقوم بأعمال دون أن تكون لديها عقاب على ذلك. بالإضافة إلى ذلك لا زالت تسعى إلى مد يديها إلى الحكومة المالية من خلال ضرورة إيجاد أرضية لإعادة ربط العلاقات والسعي إلى إيجاد حلول للمشكلات التي تعاني بها الدولتين في المجال الأمني تحديدا، وكذلك تطوير هذه اللقاءات إلى إعادة بعث المسار السياسي للأزمة الأزودية. يعني نقطة مهمة، الموضوع الروسي، الشريك الروسي، يعني بناء حوار مجددا. دكتور محمد تورشين، من وجهة نظرك التحليلية ومتابعتك أيضا لهذا الأمر، الروسي ما زال شريك للجزائر أم هو شريك أقوى لمالي؟ أنا هذه النقطة لم أفهمها، هل لك أن توضحها لي؟ لأن هناك أيضا توتر بين الجزائر وروسيا حول هذا الموضوع، أليس كذلك؟ موضوع أيضا يعني القوات الإرهابية المسلحة. هو بلا شك موسكو أو الكرملين لديها علاقات جيدة مع الجزائر، باعتبار أن الجزائر لديها منظومة الترسانات العسكرية وكذلك كل الأسلحة المتقدمة الآن، وهنالك تصاريح حتى بأن الجزائر حصلت على منظومة S-400 من موسكو. لكن في الاتجاه الآخر أعتقد أن الجانب الروسي لديه مقاربة وتصور مختلف تماما عن الجزائر فيما يتعلق بمنطقة الساحل بشكل واسع. لماذا؟ لأن أنا أعتقد أن الجزائر ربما لديها هواجس فيما يتعلق بالمخاوف الأمنية المتعلقة بالأزوات، لكن الجانب الروسي لديه بعد أبعد متمثل في الحصول على المواد الخام لا سيما الذهب، وحتى يتسنى عليه الاستمرار في محاولة التنصل أو محاولة تجاوز العقوبات الغربية، باعتبار أن مالي وكذلك دول الساحل هي غنية جدا بتلك الموارد الخام الأولية التي تحتاج إليها منظومة الصناعات الروسية. والأهم من ذلك أعتقد بأن تقديم نموذج مختلف للشراكة الأمنية والتعاون الأمني في منطقة الساحل الإفريقي ربما تعاون روسيا من خلاله في الحصول على موطئ قدم في بلدان أخرى لا سيما في دول الخليج. إذن هي المستفيد الأول من هذا التوتر حسب ما أفهم الآن، أم أن هناك أيضا دول مستفيدة من هذا التوتر؟ كيف نصنف روسيا بين البلدين؟ أنا لا أعتقد بأن روسيا لديها مصلحة في أن تتوتر العلاقات بشكل مفرط بين مالي والجزائر، بقدر ما هي بحاجة لإيجاد شكل من أشكال الاستقرار بين الحليفين، باعتبار أن الجزائر لديها أهميتها في السياسة الخارجية الروسية وكذلك دول الساحل وعلى رأسهم مالي. لكن يبدو أن الجزائر هي متمسكة بموقف دعمها بشكل أو بآخر لمجموعة الأزوات، وأعتقد أن ذلك سيضر بمصالحها كثيرا. وهنالك جزئية أخرى لا يمكن أن نغفلها فيما يتعلق بهذا الصراع أو بهذه الخلافات في وجهة النظر، وهو البعد المغربي، باعتبار أن
مؤخرا المغرب أيضا استطاعت أن تمسك شبكة من العلاقات المتينة بين دول الساحل الإفريقي وكذلك المغرب، لا سيما فيما يتعلق بتسهيل وصول تلك الدول إلى الأطلسي عن طريق ميناء الدخلة وبعض الموانئ في المغرب. فبالتالي كل هذه القضايا ربما أيضا تزيد من حساسية التوتر بين الطرفين، لكن أنا أعتقد أن الخلاف بين البلدين هو بشكل أو بآخر ربما يكون بصالح الجماعات التي لا ترغب في تنامي النفوذ الروسي في منطقة الساحل الإفريقي وكذلك شمال إفريقيا، وهنا أعني ربما الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وحتى دول الاتحاد الأوروبي الأخريات كألمانيا وإيطاليا، باعتبار أن تلك الدول كانت لديها علاقات جيدة مع الساحل الإفريقي، لكن عقب سلسلة الانقلابات تراجعت تلك الشراكات مع الأوروبيين. لذا أعتقد أن الروس ربما يتدخلون في مرحلة من المراحل لمحاولة تهدئة الأوضاع.